اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست كله سمارت. احنا دلوقتي هنبتدي نعمل سلسله حلقات عباره عن الاي اي وازاي الاي اي بقى متدخل في حياتنا. اول اندستري عايزين نتكلم فيها في الحته دي هي الاندستري بتاعه العربيات. اندستري العربيات كلها اتغيرت بشكل كبير بسبب التكنولوجي. زمان الواحد لما كان بيروح يشتري عربيه كان اخره الراجل ده يقول له العربيه دي كام سي سي، العربيه دي كام هورس باور، والموضوع عنده فيها كاسيت لا ده سي دي. وبعد كده لما يعني الدنيا اتطورت بقت السكرين دي تاتش ولا لا. لكن في اخر سنه مع دخول العربيات الالكتريك في العالم التكنولوجي بقت هي المؤثر على العربيات بشكل كبير جدا وبقى بيغير الماركت. النهارده لما تروح تشتري عربيه ممكن الراجل ما يقولكش اصلا فيها كام سي سي ولا الموتور ده بيعمل ايه، هيبتدي يقول لك العربيه دي الاي اي والتكنولوجي اللي جوه العربيه وبتعمل ايه وما بتعملش ايه. فالاندستري دي كلها اتغيرت، حتى طريقه الشراء بتاعتنا اتغيرت بسبب التكنولوجي اللي بقت جوه العربيات دلوقتي. عشان نعرف اكتر عن التغيير اللي بيحصل في الماركت ده معانا المهندس احمد الكاتب المدير التنفيذي لمرسيدس بنز في العراق. ازيك يا احمد؟ ايه الاخبار يا خالد؟ عامل ايه؟ طمنا عليك. ايه اللي بيحصل في المجال العربيات؟ والله هو في ريفوليوشن في مجال العربيات، وفي الاي اي دخل في كل حاجه في مجالنا، يعني بدايه من السيارات حتى الاوبريتنج سيستم، الماركتنج، السيلز، الافتر سيلز، الكاستمر ريليشن مانجمنت. الموضوع كله اتغير وبقى الاي اي داخل في كل حاجه في مجال السيارات. بس ازاي الحته دي اتغيرت العربيات نفسها؟ يعني انت النهارده لما بتروح تشتري عربيه هو الراجل اصلا في الغالب ممكن يكون ينسى، بالذات العربيات الكهرباء اللي هي دلوقتي العالم كله داخل عليها. هو ممكن ما يقولكش العربيه دي كام سي سي، هيبتدي يكلمك في اصل العربيه دي بتمشي كام ميل، الكرسي ده بيعمل ما اعرفش ايه، بص حضرتك كرسي بيلف نعمل لك مساج، تبريد، في الغالب ممكن ينسى ان هو حتى يقول لك العربيه دي موتورها عامل ازاي. شوف، احنا كان زمان كان عباره عن موديلات، السيارات عباره عن موديلات، الموديلات دي بنسميها فئات والفئات دي انت بتختار ما بينهم. دلوقتي بقى في تغيير في الاوبريتنج سيستم نفسه في مجال السيارات. يعني احنا عندنا مثلا حاجه اللي هي الاي سي اي اللي هو الانترنال كومبشن انجن، ده اللي هو العربيات التقليديه البنزين الطبيعي بتاعنا. عندك القديمه بتاعتنا القديمه مش قديمه يعني موجوده لغايه دلوقتي. عندك الاي في اللي هي الالكتريك فيكل، ودي عباره عن موتور كهرباء وباتري، وبتغذي الباتري بتغذي الموتور كهرباء والعربيه بتتحرك. بالظبط. عندك برضو الهايبريد الكتريك فيكل، ودي عباره عن موتورين، موتور بنزين موتور كهرباء وباتري. موتور البنزين موتور الكهرباء بيشتغل الاول لغايه سيرتن ليميت، وبعد كده بيبقى فيه كل ما الباتري بتقل شويه الباور بتاعها بتتحول، موتور الكهرباء بيتحرك وبيحرك السياره. بس دي بتتشحن؟ لا الهايبريد لا، الهايبريد في حاجه اسمها بلاج ان هايبريد. اوكي. اللي هي البي اتش اي في. بي اتش اي في دي عباره عن بلاج ان هايبريد، دي نفس كونسبت الهايبريد كار بس بيزيد عليها ان فيها بلاج ان. طيب ايه الفرق ما بين البلاج ان هايبريد والهايبريد؟ ان بلس ان فيها بورت شحن، الباتري بتاعها اكبر وبتمشي باكستنشن اكتر. ماشي. في اخر حاجه اللي هي نسلت اللي هي الار اي في اللي هي الريف لازم نسميها الريف بالظبط. دي الرينج اكستندد الكتريك فيكل، دي عباره عن موتور بنزين وكهرباء وباتري، بس موتور البنزين مختلف تماما بقى في الريف. هو عباره عن جنريتور فقط للباتري. بس بيمشي العربيه؟ لا ملوش اي دعوه بالعربيه، هو كل اللي بيحرك العربيه الباتري والموتور الكهرباء، لكن هو ما بيحركش العربيه، هو بيعتبر جنريتور بيغذي البطاريه بكهرباء، الباتري بتدي للالكتريك موتور، والالكتريك موتور في بعض الاحيان بيبقى فيه دايركت كونكشن ما بين الموتور البنزين دايركت للموتور الكهرباء، فتديك مايلج اكتر. فبنسمع دلوقتي 1200 و1500 كيلو ده حقيقي، وارقام كبيره. ده حقيقي. يعني عايز اقول لك في شركه صينيه لسه يعني، لا الصين دلوقتي بقت مكتسحه. الكورونا قفلت فتحت بقت صين ثانيه، ما حدش عارف ايه اللي حصل. العربيات ماسكين المجال يعني ده لسه كمان. من شهر ونص تقريبا اعلنوا ان هم عملوا سياره بلاج ان هايبريد تقدر تمشي 2000 كيلو 2000 كيلو في الشحنه ما بين الكهرباء والبنزين. طب سؤال في الحته دي قبل ما نخش على مواصفات العربيات والاي اي والحته دي، عشان الجمله دي انت الحته المايلج دي، عشان في ناس كتير بتقعد تقول لك 650 كيلو واحنا هنمشي 1000 كيلو، هي دي بجد 1000 كيلو ولا لا؟ ولو انا هشتري عربيه اللي انا عارفه ان ليها مقاسات في كل دوله. شوف احنا لو السياره بتقاس سعرها حسب الاكستنشن او كبر الباتري اللي فيها. فالنهارده مثلا سي لو هي تمشي 600 كيلو اكشولي هي مش 600 كيلو، يعني يشيل مينيموم 20% 20% مينيموم، ده الافريج. لان النهارده هو بيحط رقم
الرينج بتاع السياره تمشي يعني في ظروف حرير، ما يبقاش فيه اي اير فورس قدام السياره، ما يبقاش فيه اي مشاكل مطبات، ما يبقاش فيه يعني كل الاوبستكلز اللي قدام العربيه تكون متشاله. فهي دي الحاله الوحيده اللي تقدر توصل مفيش تكييف، مفيش حموله، مفيش اي حاجه، انت ماشي كده. بس دي القياسات بتاعت اوروبا وبتاعت الصين وبتاعت امريكا كله تشيل اي رقم تسمعه ده، يعني ال 600 دي تقفل 480 500، تشيل تقريبا 20%. يعني ده مينيموم. طب السؤال ده ليا، الحر ما بيأثرش؟ لا، يعني في ثيرمال، يعني في ثيرمال جوه الباتري نفسها، في كده زي الثيرمال مانجمنت بتحاول لا تتاثر بحراره ولا تتاثر ببروده. فالحر ما يأثرش على استهلاك البطاريه ولا تسخن؟ لا ولا تفرقع بيك؟ ولا في سيفتي فيتشرز كتيره في الباتري انها تمنع الكلام ده كله، بالعكس خالص. عشان ده كان حاجه من الحاجات اللي انا لا طمن كان بالنسبه لي مقلقاني جدا. لا طمن. طيب فانت كده النهارده دي انواع العربيات الالكتريك والعربيات اللي هي الانجن العاديه، بس مع الطفره بتاعه عربيات الكهرباء دخل فكره الاي اي فيتشرز جوه عربيات الكهرباء. ممكن تبقى موجوده في عربيات البنزين، ما اعرفش، بس هي في العربيات الكهرباء النهارده لما تركب اي عربيه كهرباء لك دي من جوه طياره. دي بتقول بقى بينزلوا تلفزيون بقى، يحطوا شاشات ورا، كل حاجه. حاجات كنا نسمعها في عربيات اللي هي السوبر لاكجري، بس بقت العربيات الصيني النهارده بتنزلها في اي عربيه ديفولت اللي هي دلوقتي العربيه بقت الكتريك ديفايس. يعني العربيه الكهرباء هي عباره عن الكتريك ديفايس، اي حاجه يقدر يضيفها. النهارده مثلا في عربيات فيها ابلكيشن تعرف تتحكم في كل حاجه، تحرك العربيه، تطلعها، ترجعها، تقفل اللوك، تتحكم حتى في المفاتيح الثانيه السبير كي. لو انت مش عايز حد في البيت مثلا يتحرك بالسبير كي الثاني، تقفل الاوبشن ان هو ما فيش حد يقدر يستخدم السبير كي. الفالي مثلا ريستريكشنز، يعني في حاجات كتير كلها من التليفون، كله من التليفون، من الابلكيشن. يعني انا كنت عارف ان انت بتدور عربيه وتبطلها عشان وانت رايح. لا في فيتشرز في الدول اللي هي التلج تبقى العربيه ايه بتسخن شويه. لا في فيتشرز كتير. وعايز اقول لك الكلام ده كمان في البنزين. يعني مثلا براندات زي الماني مثلا زي مرسيدس بنز وبي ام دبليو، لا فيهم الفيتشرز دي حتى في البنزين. يقدر يعرف بالظبط من على الاب المايلج بتاع السياره، حتى انت دوست كام كيك داون في العربيه عشان يشوف انت بتقدر تهين العربيه ولا لا. مثلا سي السيرفيس، لو السيرفيس قربت فيبعت نوتيفيكيشن للشركه، فالشركه تكلمك تقول لك محتاجين نحجز مثلا على السيرفيس قريب لو هي ديو فور سيرفيس. ده مش الكهرباء بس هي المتقدمه، لا حتى البنزين، ده البنزين كمان. حتى البنزين. طيب خلينا بقى نخش بقى مواصفات الاي اي جوه العربيات. انا ما اعرفش هي في الكهرباء ولا لا، بس انا بقول لك تاني، انا يعني كنت بحاول اشتري عربيه كهرباء من فتره، فهنا لاحظت ان هو الكلام كله على حاجات عمرها ما كانت في العربيات. اصل العربيه دي فيها كاميرا من جوه تصحيك من النوم. اصل بص العربيه انا يعني ايه ليه تصحيك وانا ليه هنام وانا سايق بقى؟ اصل العربيه بص ابتدى يقولوا مواصفات زي ما انت بتقول بقى، هتتحكم فيها بالريموت وبتركن لوحدها، وانت تنزل عند بيتكو هي هتروح تركن في الجراج اللي ورا، وانت ما تنزل الصبح العربيه تجيلك ده الاي اي. ايه بقى ايه المواصفات العامه او ايه المواصفات الجنرال؟ ممكن ما تبقاش في عربيات الكهرباء بس، يعني ممكن تبقى جنرال، بس هي صحيح معظم عربيات الكهرباء النهارده بقت نازله ادج في الحته دي. ده حقيقي. النهارده حتى في العربيات الالماني الحديثه البنزين حتى فيها نفس الفيتشرز دي، بس يمكن الاي في بتزيد عليها حاجات لان دي الكترونيك ديفايس، فتقدر تغير برمجه براحتك خالص. يعني من قريب كانت ابل هتنزل عربيه المفروض مع انتجريشن مع الاي او اس، فدي لسه يس، فدي لسه هي لسه في طور الانشاء، لسه لم تعلن بعد يعني، بس يعني كنت قريت ريبورت عنها. لكن العربيه فيها فيوتشرز كتير جدا دلوقتي بتمنع حتى ان يبقى فيه بعد الشر حادثه او حاجه. يعني عندك مثلا اللين كيب اسيست، دي بتحمي العربيه، بتخليها بتمشي في اللين بتاعها ما تروحش يمين او شمال. عندك الاكتيف كروز كنترول، ان تبقى انت شغال بالعربيه بتزيد سرعتها وبتقل حسب العربيه اللي قدامك، وفي ساعات تقدر تكونكت العربيه اللي قدامك، فلو قلت زادت وانت سايب ايديك. يعني انا مش ورا حد هو سرع، انا العربيه انت النهارده السيارات الجديده دلوقتي لو اللين كيب اسيست، انت في شوارع ما فيهاش لين كيب اسيست، صح؟ طب العربيه بتعرف منين؟ بتختار عربيه قدامها وبتمشي وراها، دخل عربيه تانية بتمشي على، بتسيب القديمه وتمشي على الجديده وهكذا، بس بتحاول تحافظ على الرينج اللي هي السيفتي رينج، المسافه ما بينها وما بين العربيه الجديده. عندك مثلا الفيتشرز المهمه جدا دلوقتي في العربيات، انك انت لو انت نمت او سرحت مثلا، دلوقتي مثلا مرسيدس بنز تبعت لك رساله تقول لك اتس تايم فور كافي بريك. كفايه كده بقى، انت تعبت خد بريك شويه عشان انت وده بيترتب او بيبقى مبني على يا اما التايم، انت مشيت كتير بالعربيه او مشيت مايلج كتير. انت بقى بيشوف البروفايل، درايفنج بروفايل بتاعك، زي مثلا انت ما بقتش تدوس فرامل زي الاول،
انت بقيت تطلع عن اللين بتاعك، فيقول لك لا انت كده مش مركز. ايه ده؟ انت العربيه كل الداتا دي بتتباع كل للشركات؟ مش بتبقى الشركات، العربيه نفسها اللي بتنفذ الكلام ده. هي بتبعت لك رساله من غير ما تبعت للشركات. العربيه نفسها هي نفسها. فيها ميموري بتاخد اللوجز دي وتبتدي هي تانلايز. طبعا في عربيات تانية بينزل فيها كده زي انفرا ريد كاميرا جوه العربيه، بتشوف الفيتشر اكسبريشنز بتاعتك. يعني لو انت هتنام، لو انت سرحان، لو انت مش مركز، فتديك الارم تقول لك فوق احنا داخلين في مشكله بالظبط. اخر تطور دلوقتي لو انت حتى نمت، العربيه بتديتكت ده عن طريق الانفراريد كاميرا، واحيانا بتهدي السرعه وتاخدك اليمين خالص، تضرب فلاشر، تدي سيجنال تدخل يمين وتقف. دي موجوده في جيرماني طبعا، يعني لسه لسه الفيتشرز دي ما جاتش هنا، بس دي حاجه متاحه دلوقتي حاليا. طب حاجه تمنعك من حاجه من الحاجات اللي انا عارف ان كان عليها ديبيت. يعني انا جربتها صراحه في تسلا في انجلترا في 2016 2017، كانت سيلف درايف، ودي كانت واحده من الطفرات اللي في الاي اي ومش عارف ايه، وابتدت تتطور في الشركات، وفي بلاد منعتها. يعني انجلترا كانت مانعه ان انت تعمل في 2016 2017، يعني لما تسلا عملت حته السيلف درايف وقالت لك انا عندي كاميرات 360 ومش عارف ايه وبتاع، منعتها ان انت لازم تبقى على الاقل حاطط ايدك على الدركسيون. صحيح. وما ينفعش تشيل من على الدركسيون في شوارع محدده بسبيد ليميتس محدده وبتاع. وابتدت الشركات التانية تتطور. لكن في الفتره اللي فاتت برضو تاني، ما انا بقول لك مع دخول الكهرباء، لان الصين يعني غزت الحته دي. انت بتسمع عربيه فيتشرز بتنزل كل ساعتين يعني. صحيح. وبعدين كل يومين بتلاقي شركه جديده طلعت امتى ما حدش يعرف. صحيح. فالسيلف درايف او الاي اي زي ما انت بتقول في الحته بتاعت السيفتي، هل فعلا العربيه ممكن تعمل سيلف درايف في حتت؟ هقول لك حتت فيها لينز، لان انا سمعت برضو في احد الشركات الصينيه قالت لك انا مش عايزه لينز، انا هعرف اعمل سيلف درايف حتى من غير اللينز دي، انا هسوق. بس هل الموضوع ده فعلا امان؟ ده حقيقي. يعني النهارده دلوقتي انت في يوروب في بعض العربيات دلوقتي، وحتى في الصين التاكسي دلوقتي بقى سيلف درايف. يعني انت بتطلب بس انا ما بستأمنوش. فليكن يعني ده قرار فردي، يعني ده قرار شخصي، بس هو ان جنرال لا، في ناس بتستخدمه اتس فيري سيف. يعني عايز اقول لك حتى من الاي اي دلوقتي الجديد، مش بس السيلف درايف. النهارده مثلا الامارات هتطبق حاجه في 26 زي كاميرات فوق العربيات بتديتكت الفيسز. لو انت عندك فايوليشن، لو انت اقامتك انتهت، يجيبك. يعني بتظهر عنده في العربيه. هتبتدي في الامارات، وبعد كده في دبي، وبعد كده تتحرك بعد كده في 2027 لو الموضوع نجح ان شاء الله، هتتحرك في بقيه الامارات. بس كل ده اي اي. يعني الحاجات دي قبل كده ما كناش نتخيل ان احنا ممكن نشوفها. بس السيلف درايف تاني، يعني انت النهارده لو كل العربيات بتمشي سيلف درايف، يعني انت ممكن تيجي مرحله تلاقي خلاص العربيات كلها ماشيه مع نفسها، مفيش سواقين والحياه سموث. ولا برضو يعني انا ببيع تكنولوجي طول عمري ومع فكره التكنولوجي، بس في حاجات ده حياه بني ادمين في العربيه. يعني انت ازاي برضو هتضمن ان العربيه دي في الديسيجنز اللي هي في ثانيه، انت في الاخر لو حد كسر عليك بطريقه معينه انت بتقف، العربيه بتقف تستجيب. يعني الكلام ده حتى موجود يعني عندك البريك اسيست او البريك امرجنسي اسيست. النهارده لو في اي حد خرج من اي مكان، العربيه بتقف لحظتها. النهارده مثلا عندك السنسورز او الرادارز اللي في العربيه، لا بتديتكت كل ده، فانت ماشي في امان. احنا وصلنا من الاي اي دلوقتي ان تقدر دلوقتي تستغني على الدرايفر، لانك كله بقى ساتلايت، وكله بقى رادارز، وكله بقى كاميرات. فانت ما عندكش مشكله انك تمشي العربيه حتى لو ما فيش لينز قدامك، في حد جايد هتاخده جايد وتمشي وراه، تحافظ على الديستانس اللي حواليك وخلاص. عندك يمين وشمال، لو في حد رمى عليك او حاجه بتديتكت الرادارات وبتديتكت الكاميرات وبتبعد عنك عن اللي جنبه. فلا طبعا السيف فور سيرتن ليميت. يعني برضه في النهايه برضه يعني لا يعلم الغيب الا الله. يعني برضه في حاجات شفناها غريبه، بس اقصد يعني هاي سبيدز ما ينفعش انت تيجي تقول عربيه مثلا سبيد ليميتس مثلا في شوارع هنا في مصر او في بعض الطرق اللي انت مسافر 120، فهل انت ممكن تضمن ان ال 120 دي العربيه ماشيه يعني وانت سايب؟ يعني انا اول حاجه، يعني المره الوحيده اللي كنت جربت فيها الصراحه كانت الاوتو بارك. كانت في عربيه في 2017 بره مصر بتعمل اوتو بارك. هو انت بتقف باركينج، بتدي له اشاره ادي السلوت اهو، بتدوس صح. وكان ده اختراع، يعني كان اختراع وقتها ان العربيه بتركن لوحدها يا جماعه. وانت جوه العربيه بتدوس وتجيب ريفيرس، هي العربيه تلاقي الدركسيون لف وراح داخل الركنه ولف وطلع لحد ما ظبط نفسه. ده حقيقي. وما كنتش بستأمنها. يعني انا في ركنه ماشي على سرعه 5 ما يعني كان في احساس داخلي ان هو في حاجه هتحصل غلط. فانت على مثلا 120 انت شايف ان ممكن العربيات دي دلوقتي تعمل الحركه دي؟ مفيش مشكله، بما انك انت العربيه ما فيهاش اي ميل فانكشن،
والدنيا ستيبل مفيش اي مشكله، بيشتغل بالرادارز والكاميرات مفيش اي مشكله. انت النهارده الكاميرات السنسورز في العربيه مثلا زي البي دي سي سنسور، البي دي اس سنسور اللي هو البارك ديستانس كنترول، بتشتغل ازاي؟ زي الخفاش، تبعت اشاره التراسونيك وترد لها تاني. الرد ده التايم اللي بترجع فيه تاني ده بيتحدد عليه العربيه بعدها عن العربيه بتاعتي قد ايه، زي الخفاش، نفس فكره الخفاش، تبعت التراسونيك ريس وترجع. ايه ده افتكرتها لو كاميرات؟ لا لو رجعت بسرعه يبقى العربيه قريبه، لو ما رجعتش يبقى ما فيش حاجه قدامك. انت النهارده حتى لو انت عايز تجربها هات ريفرس، حط ايديك على الحساسات الاكسدار، هتلاقي فيه بالسز في ايديك، دي الالتراسونيك كاس. ايه ده؟ انا فاكر ان هي في الاخر يعني عادي كاميرا وبتشوف المسافه قد ايه وتزمر احمر واخضر لا ايه ده؟ ماشي. طيب حته تانية بقى بشوفها في العربيات دلوقتي كتيره، فكره السكرينز الرهيبه. انت بقى عندك العربيات دلوقتي ما شاء الله كل العربيات بقى فيها السكرين 17 انش والتلفزيون ورا، وشاشه للي قاعد جنب السواق، وشاشه مش عارف مين، والعربيه كلها شغاله من هي سكرين. ده حقيقي. كان زمان يعني في عربيات لسه صراحه، وانا من الناس اللي بتحبذ هذه الفكره، ان انت لسه مديك على التكييف بزراير. يعني في بعض الشركات لسه محافظه على فكره، بدون ذكر اسمها يمين، يعني لسه محافظه على فكره ان الزراير بتاعت التكييف والبيزكس محطوطه قدامك. صح. اي حاجه تانية في العربيه هي في حته الشاشه اللي قدامك دي. انت دلوقتي ما بقتش محتاج حتى الشاشه، يعني انت عندك الفويس كوماند يقدر يعمل كل حاجه، يغير لك التكييف، يغير لك الاغنيه، يغير لك الامبيانت لايت اللي انت عايزه، يعني النور الداخلي للعربيه تغير، عايز تغير التكييف توطيه تعليه، عايز تختار اغنيه معينه، تكلم حد محتاج تكلمه فمش محتاج. يعني النهارده مثلا بي ام دبليو مثلا على سبيل المثال ما بقاش في مثلا لو انت عايز تجري عربيه او تجري اغنيه او تعليها بتعمل كده تقلل الليفل قدام الشاشه. انت في عندك زي كونسول سنتر كونسول، بتحط ايديك كده تعمل كده الليفل او الفوليوم بيعلى، تعمل كده الليفل بيقل، تعمل كده تاخد الاغنيه اللي بعدها، تعمل كده تاخد الاغنيه اللي قبلها. فانت حتى ما بقتش محتاج الشاشه خلاص. يعني حتى ما بقتش محتاجها. انا بفكر في الحكايه دي وانا عيالي قاعدين في العربيه. احتمال فاهم اللي بتاع الكاسيت نفسه هيهنج من كتر اللي انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي، هجري ولا ماشي ولا اعمل ايه. انا عايز اقول لك الاي اي دلوقتي وصل ان هو بقت الانشورنس بره بيستخدمه، بمعنى ان انت مثلا بيشوف الدرايفنج بروفايل بتاعك، لو انت متهور في السواقه فانت كده هيبقى في عندك ريسك، فيزود عليك الانشورنس. ده مراقبني كل حاجه، ضربت كام فرمله وعملت كل حاجه وبنزين السواقه التوب سبيد مشيت قد ايه كله ريجسترد، وبالتالي بيحدد السنه اللي بعدها نسبه التامين اللي انت بتدفعها. ايه ده؟ يس ده مش مالهاش بيز، ده كان زمان اول يعني اللي انا عارفه حتى في مصر بره كام حادثه وكام وهلل لك بوينتس ومش بوينتس. يعني بره مصر بوينتس، هنا في مصر لو حادثه بتاخد نسبه اعلى عشان هو كده بيعتبر ان انت ما بتعرفش تسوق. هو بيحاول يعمل لك بريفنتيف يعني اكشنز. مثلا انت عندك دلوقتي مثلا في مجال الصيانه عندك البريدكتيف مينتنس، دي حاجه تانية اللي هو انا عارف اللي لسه كانوا بيعلنوا عليها الاي او تي جوه العربيات. صح. بس دي يعني خليني اسالك سؤال تاني برضو في حته السيفتي بس، وبعد كده نرجع حته الاي او تي. فكره وجود سكرينز كتير في العربيه وشاشه ورا ووصل مش عارفين وافتح افلام واعمل مع ايه السيفتي في الموضوع اللي سايق؟ يعني مش انت واحد قاعد سايق جنبه شاشه هنا وجنبه ورا شاشه شغاله، ويعني التكنولوجيا حلوه بس مش لدرجه ان احنا والعربيه هتسوق نفسها. صح. بس اللي سايق هيبقى دوره ايه بقى؟ خلاص قاعد بتتفرج على التلفزيون ولا حاجه. لو انت شغال سيلف درايفنج فانت مش محتاج انت فعلا تتفرج على التلفزيون. النهارده مش كل الفيتشرز معموله فقط للدرايفر. يعني انت النهارده الدرايفر عندك الهيد اب ديسبلاي، وعندك حاجه مثلا اسمها الاوجمانتد رياليتي. مثلا لو انت عندك نافيجيشن عايز تروح مكان بتلاقي اسهم، ولما توصل يظهر لك البين بتاعك كل ده في الازاز. فده كل ده في الهيد اب ديسبلاي. انت كدرايفر مش محتاج كل الشاشات دي، بس انت مش لوحدك في العربيه. ففي معاك ناس تانية قاعدين زهقانين، انت سايق هم زهقانين انت مش سايق برضه. بالظبط. انت قاعد زي احنا كلنا قاعدين في العربيه وخلاص. فكل دي حاجات فيتشرز الاي اي قدرنا ان احنا ندخلها في قدر الاي اي. بس ده مش في عربيات الكهرباء بس. لا مش في الكهرباء بس، ده كله حتى البنزين نازل. ده حقيقي. طب سؤال برضو بعيد عن الموضوع، في العربيات البنزين ده مش حمل على البطاريه؟ هو اكشلي والعربيه اثناء السواقه البطاريه ملهاش اي لازمه. الموضوع كله شغال بالجنريتور اللي هو الالترنيتور الدينامو. يعني انت حتى العربيه دايره انت ممكن تشيل البطاريه ترميها ولا تاثر باي حاجه. البطاريه هي مهمتها فقط في بدايه الدوران بترمي امبير للستارتر او المارش عشان يقوم الانجن، بعد كده خلاص. فكل مهما زودت من اعداد الكهرباء في العربيه انت العربيه شغاله. بالظبط. طيب نرجع بقى لحته الاي اي او الاي او تي، لان كان لسه في خبر برضو ان مصر ابتدت
يعني الحكومه مع الشركات الكبيره في مصر والتوكيلات الكبيره ابتدت تدخل الحته بتاعه الاي تي مع جوه العربيات، ودي حاجه انا برضو ما فهمتهاش قوي الصراحه. يعني وجود الاي تي جوه العربيه ده هيعمل ايه؟ لا، هيبقى في اول حاجه بيتر كوميونيكيشن ما بين العربيه وما بين الشركات. يعني انت النهارده دلوقتي انت مثلا لو انت نسيت السيرفيس، فيبعت لك رساله يقول لك العربيه تبعت رساله للتوكيل تقول له والله انا ديو فور سيرفيس، يعني انا دلوقتي عايز اعمل الصيانه، وبالتالي التوكيل يبعت لك مسج على الابلكيشن يقول لك ايه ميعاد الصيانه قرب، تحب احجز لك امتى؟ ده انت مثلا نجلكت ما ردتش، هو حد ايجنسي مكلمك دلوقتي احنا اوفر ديو، تحب احجز لك امتى؟ فكل ده انت بتنهانس الكاستمر اكسبيرينس يعني بتحاول تحسن من الاكسبيرينس للسواقه او الدرايفر نفسه. فانا مش محتاج اتكلم احجز خلاص. لا 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 خلاص، يعني وانس ان ده حصل وبرضه بيديك فيتشرز انك تشوف العربيه اكتر. يعني سي مثلا زي ما بقول لك مثلا لو انت مش عايز تحرك العربيه او تديك الارم، مش هتحرك، مش هديك اكشن يعني، بس يديك الارم ان العربيه مثلا لو خرجت من رينج مثلا 20 كيلو من المكان اللي انت فيه يبعت لك نوتيفيكيشن خلي بالك العربيه خرجت. مثلا لو انت مش عايز السبير كي زي ما قلت لك عايز توقفه، وقف السبير كي. عايز تشوف التوب سبيد اللي انت اخدتها، عايز تشوف السيرفيس، عايز تشوف التاير بريشر. النهارده مثلا لو انت نسيت سبت السان روف في العربيه والمطره نزلت، هتلاقي اوتوماتيك السان روف بيقفل، يعني في رين سنسور هو بيشوف البطء اول ما الميه تنزل في سان روف مفتوح بيروح قافل على طول، حتى العربيه وهي مش دايره، حتى وهي مش دايره، دي كلها انت بعيد عنها. فكل دي فيتشرز الاي اي تدخل فيها، وبقى كل ده في مصلحه المستهلك يعني. يعني انا دلوقتي ممكن قبل ما هعرف ان العربيه باظت قبل ما هتبوظ، فهتلاقي مثلا مسج جاي خلي بالك الموتور ده في الغالب فيه. صحيح. انت عندك دلوقتي الفيتشرز دي موجوده حتى في البنزين، يعني مثلا يطلع لك لمبه بالاصفر وبعدين يعني احمرت وبعدين لا كده انا اقوم اجيبك يعني كده في حاجه غلط. يعني مثلا نفس البريك التيل هو ما بيقولكش سمك، هو بيشوف معدل استهلاكك للبريك وبناء عليه يعمل كده زي ايكويشن البريك بادز دي او التيل هيخلص بعد قد ايه، فيدي نوتيفيكيشن للشركه والشركه تكلمك تقول لك ايه محرك التيل فرامل القرب يتحرق قبل ما تسمع الصفاره، قبل ما تيجي تشتكي. احنا في مصر هنا بنحب نسمع بعد ما تسمع الصفاره لسه فاضل حته، تاكد ان الديسك راح تتاكد. بص دلوقتي بقى خلاص كده حضرتك الصفاره باظت كده الديسك طار هو والتيل. الاي اي دلوقتي كمان دخل في بيزنس السيارات نفسها، يعني مش بس المستهلك، النهارده في مجال الماركتنج، في مجال السيلز، في مجال الافتر سيلز، حتى في السي ار ام كله بقى اي اي. النهارده مثلا الماركتنج انا اقدر احدد مثلا انا النهارده هبيع عربيه، العربيه دي كديموغرافيك فاهم ازاي، ببيعها لولد ولا بنت، ببيعها لسن اليوزر ده سنه قد ايه، دي يعني الادفيرتايزمنت اللي هتطلع قدام لا وانت هيبقى عندك الداتا بتاعت السواق كله، يعني انت في الاخر عارف خالد لو خالد جه اشترى مني عربيه، خالد بيحب يجري، ما انا عارف بقى خالد بيحب يجري وما بيجريش وبيفرمل، فعارف ابيع له ايه النهارده، ايه الاعلانات اللي انا هخليك تشوفها على النت وانا مثلا كماركتنج عشان اجيب الكاستمر، عشان يبقى فيه ليد في السيلز فانل. فالنهارده انا بعمل ده عشان خاطر اتارجت الكاستمر بتاعي اللي فعلا انترستد مثلا للاوف رود، فانا مثلا هحط له عربيات الاوف رود الاس يو في، مثلا حد تاني عنده باشن في الجري فانا هحط له عربيات اللي فيها جري، وهكذا. عندك مثلا جيوغرافيك، هو باشن مش من اعلانات هو بيشوفها، ده باشن من سواقته، من البروفايل، لا من اعلانات بيشوفها من سنه اللي انت عامل ريجستر، انت مثلا عامل على جوجل مثلا حاطط اسمك في الحاجات دي بس ما عندوش البروفايل بتاع سواقتي، لا ما عندوش اللي هو من العربيه زي ما انت بتقول كده، العربيه بقت عارفه انا بضرب فرامل، لا دي حاجه ثانيه، انا بتكلم كبزنس السيارات نفسه كشركات. ماشي. النهارده انا ازاي السوشيال ميديا بختار بالظبط بختار الكاستمر بتاعي. طيب بما ان جايين على الشركات بقى، ده كانت حاجه من الحاجات انا قريتها الصراحه في احدى الحاجات، ان اكتر ناس في حوار العربيات الالكتريك اللي انا سامعه وانت صلح لي ان المينتننس تقريبا ما فيش، بتغير حتى تيل الفرامل ده اللي بيتغير في العربيات العاديه في 2025 قال لك لا ده بيتغير على 50,000 ممكن تغيره على 60,000، والعربيه بتعملها صيانه مره كل 100,000 اللي ما فيهاش زيت، ما فيهاش سيور، ما فيهاش اي حاجه خالص. لا فيها يعني ما فيهاش حاجه مش بتبوظ زي ما فيهاش الكومبليكيشنز بتاعه العربيه الموتور. صح. وده من احدى الاسباب اللي الناس كلها بقت شويه بتروح ناحيه الكهرباء، ان مانتننس فري او مش فري، مانتننس لس، وبيقال طبعا لسه ما اتجربتش الديورابيلتي اعلى بكتير، يعني العربيه ممكن توصل معاك 300 400 الف، هي ما فيهاش حاجه تبوظ، يعني
مش نفس الكومبليكيشنز بتاعت الموتور والسيور وتيل فرامل. النهارده انت عندك في مصر عربيات الضمان بتاعها 1,000,000 كيلو. ما هو ده انا ما فهمتوش. قالك 8 سنين. ده حقيقي. يعني حضرتك 1,000,000 كيلو ده انا هكون بعت العربيه 4 مرات. ده حقيقي. يعني مش هبقى الملك الاول. ده حقيقي. طيب ازاي بقى الحاجات دي هتاثر على مراكز الصيانه وفكره السبير بارتس؟ ده جزء من الحاجات اللي احنا يعني بنتكلم ان ازاي التكنولوجي اثرت على المشتري، وبقت ان انت فكره المشتري مش رايح يشتري عربيه موتور هيسال طبعا اللي هو دلوقتي كام نيوتن وبتجيب من 0 ل 100 في 3 ثواني، لا بتجيبها في ثانيه وربع. ارقام اللي احنا بنسمعها وبتمشي كام كيلو. بس الجزء الثاني انت النهارده بتتكلم على مراكز الصيانه وقطاع الغيار، ازاي هيأثر ده كمان؟ شوف، هو اوريدي السيفتي فيتشرز اللي في العربيات دي كلها كانت اوريدي كانت اثرت قبل كده في نسبه الحوادث، الحمد لله انها قلت كتير. ماشي. دلوقتي الكهرباء العميل حتى مش يجي يعمل صيانه. يعني المشكله ان انت الكهرباء مثلا بيجي يعمل الصيانه بتاعته 25,000 كيلو او سنه ايهما اقرب whichever comes first. في الكهرباء؟ في الكهرباء لازم تيجي تروح تشيك على العربيه، تتاكد ان مفيش اي ريكول كامبين نزل، تشيك على التايرز بتاعك، البريشر تاير بتاعك. ايه ريكول كامبين برضه؟ عشان الكامبين دي ريكول كامبين لو في اي بروجرامينج نزل مثلا من المصنع. العربيه كلها عباره عن سوفت وير. فانت النهارده لو انت ما روحتش للتوكيل انت مش تعرف، فلازم تروح للتوكيل بشكل دوري سنه او 25,000 كيلو، يراجع على العربيه، يطمن ان مفيش اي ابديت، انت خلاص واخد اللاست ابديت. مش ممكن انزله على التليفون؟ يعني بعمل كل ده من على التليفون بس ما ينفعش ابديت السوفت وير على التليفون؟ لا لازم تروح التوكيل نفسه. مثلا بتشيك على الووتر فريزنج، الانتي فريز بتاع العربيه، كل ده بتشيك عليه. لكن عايز اقول لك برضه استهلاك التاير في الالكتريك فيكل اعلى من استهلاك العربيات البنزين، لانك انت الالكتريك فيكل فيري باورفul، فالناس تحب تدوس بنزين، فانت بتعمل تراكشن. لما تيجي تعمل تراكشن انت بتاكل الاطارات اسرع، واصلا سعر الاطارات في الالكتريك فيكل اغلى كتير من النورمال وان. يس. ليه مش نفس الكاوتشه؟ لا مش نفس الكاوتشه، مختلفه. في ده تايرز للالكتريك فيكل طبعا، لان وزن العربيه اتقل كتير. اتقل كتير. عربيه الكهرباء اتقل من البنزين. ازاي ده؟ ما فيهاش موتور، ما فيهاش يعني بس فيها باتري. الباتري تقيله جدا، الليثيوم باتري تقيله جدا. ايه ده؟ انا افتكرت ان هي اخف بكتير لان ما فيش الكبوت فاضي، انت بتفتح الكبوت بتلاقي شنطه. لا الالكتريك فيكل هي اتقل من العربيه البنزين، وبالتالي تاكلها انت بقى فيري باورفul، فانت بتاكل التايرز اسرع. ففي ناس كتير يقول لك لا دي اخف، لا هي اكشولي لو انت شفت الوزن بتاعها لا اتقل. بس انا كنت عارف ان هي كاوتشات مختلفه. يعني انت كده تروح للراجل بتاع الكاوتشات تقول له انا معاك كاوتشات الكتريك فيكل، لازم تقول له ان هي دي الكتريك. دي كاوتشه تستحمل وزن اكتر وعلى باور اعلى. بالظبط. ماشي. فانت كده مراكز الصيانه انت هتروح لها مرتين في حياتك، في 25 او مش في حياتك يعني. بالظبط. في اول 100,000 لو حصل 10 مرات فجاه بعد الشر حصل حاجه حادثه بتاع كده يعني. لكن غير كده كصيانه كنورمال سيرفيس او بيريودك مينتنس هي سنه او 25,000 كيلو whichever comes first، الاول يجي. بس انت بتقول دي برضه ما فيهاش تغيير كبير. لا مفيش تغيير كبير. ماشي. طب هسألك اي سي فلتر البيزنس عامه بتاع الاندستري في الصيانه، هل ده ريفينيو بالنسبه للشركات تقيل او بالنسبه لمراكز الصيانه؟ والله دي كارثه. تقيل وقطع الغيار والحته دي طبعًا. ولا طبعا هنا ده بيزنس. النهارده انت العربيات كافتر سيلز مش هتيجي، هتبيع سيلز بس مش هتبيع افتر سيلز. بس انا النهارده لو انت هتجيب الكتريك كار، انا لا انصح ان حد ما يكونش عنده امكانيه ان هو يركب وول بوكس في البيت او شاحن في البيت ويجيب عربيه كهرباء، يتبهدل صراحه. طب بما انك جبت سيره الشاحن دي، اخر حاجه بقى ان احنا عايزين اولا ايه الحاجات اللي الواحد يشتري عربيه كهرباء بعيد عن بعيد عن التكنولوجيا؟ لان انا حاسس ان الموضوع اتقلب. يعني بقول لك انا اخر 3 عربيات رحت شفتهم بتوع كهرباء كانوا لسه نازلين، كان كل كلامهم عباره عن الكرسي فيه مساج، وهنعمل حاجه اسمها زيرو جرافيتي، ان الكرسي قدامك ينزل وهنفتحها لك سرير، والكرسي فيه تسخين وتبريد. بيتكلموا في حاجات، وشاشه ورا هتنزل، وحضرتك السكرين بدل 15 عملناها 18 انش. فيتشرز اللي هو حضرتك العربيه نفسها يعني اخبارها ايه؟ فالحته بتاعه الشحن ده السؤال اللي الناس كلها بتساله. احنا عارفين دلوقتي في مصر يعني معرفش بره طبعا في كام بروتوكول، بس في مصر في 2 بروتوكول، صح، صيني واوروبي. ايه الحاجات انت بتنصح بيها اي حد رايح يشتري عربيه كهرباء غير الشاشه والسكرين وشويه الرفاهيات دي؟ ايه اللي يركز عليه؟ اللي يركز عليه اول حاجه فيرست ان هو يشتري العربيه من توكيل. ماشي. العربيات اللي بتبقى جايه استيراد من بره ملهاش توكيل، دي مشكله كبيره. وفي عربيات دخلت هي يوزد، وبالتالي انت ما تعرفش الهيستوري بتاعها. يعني ممكن الباتري تكون اتصلحت. انت في النهايه مثلا اي باتري بيبقى فيها من 35 او 35 سيل،
النهارده الديسبوزل باتريز اللي بتطلع من التوكيلات بره مصر بيشتروها ويصلحوا، يعني يشيلوا مثلا لو انت عندك مثلا 10 سيل بايظين يحط من الباتري دي وخلاص يبقى دي باتري، ويحطها في العربيه وتتشحن. فان هو يجيب عربيه من التوكيل دي اهم حاجه. لازم يكون مركب عنده اي سي، لازم يكون في وول بوكس شاحن عنده في البيت، ده يفضل جدا لانه ممكن يتبهدل بره يعني. لان مش منطقي ان انت كل مره تطلع تدور على دي سي، والعربيه او الالكتريك فيكل هي عدوه الدي سي، ما تشحنش دي سي كتير، اللي هي العربيات اللي في اللي المحطات اللي موجوده في المحطات الشحن الموجوده في البنزينات اللي هي السريع، ماشي، الدايركت كارنت، دي عدوه العربيه. يعني حاول بقدر الامكان انك تقلل الشحن فيها. ماشي. بلس برضو انك الشحن تحافظ على الرينج من 20 ل 80%، لا تطلع فوق ال 80 ولا تنزل تحت ال 20. ايه ده معلش 100%؟ لا، النهارده لو انت بتملى كوبايه جلاس جايب ميه، في عندك حاجه اسمها الباتري مانجمنت سيستم. النهارده انت في الاول الكوبايه بترمي ميه كتير، تطلع في الاخر لحد 80% تبتدي تنزل بالراحه، صح؟ طبيعي، صح. الباتري مانجمنت سيستم دي شغلها ان هي بيوصل لغايه 80، دي ريكومندد من المصنع. فوق ال 80 بيبتدي يحط، تلاقي الليفل بتاع الشحن قل جدا جدا جدا، او سرعه الشحن قل جدا جدا، ان هو مش عايز يوصل لل100. ده العربيه نفسها، ده العربيه نفسها، حاجه جوه العربيه، ده العربيه نفسها. حاجه اي برضه، حاجه اي برضه طبعا. النهارده بقى كمان انت بتحدد، يا اما مثلا انت عايز تشحن العربيه لمده ساعتين، تقدر تحدد جوه العربيه تشحن العربيه مثلا لحد ما يوصل شحن معين، مثلا سي 70%، فتقدر تتحكم في ده برضه. حتى لو انا هبيتها اوفر نايت، حتى لو هبيتها هتفصل عند 70% 80% هتفصل. فانت اول حاجه ان انت اللي عندك وحده شحن. تاني حاجه تشوف العربيه دي لازم تجيبها من التوكيل، ما تبقاش جايبها عشان الضمان. طبعا البطاريه دي اغلى حاجه في العربيه كمان. طبعا البطاريه كلها عربيه يعني. طيب. هي والرينج النورمال، يعني الرينج الافريج، وهل البروتوكول صيني ولا بروتوكول اوروبي؟ هو خلاص دلوقتي الدوله بتحاول تيونيفاي او تثبت البورت، فخلاص بقى يوروب خلاص. يعني ده الدوله، ده توجه دوله، فطبعا يجيب البروتوكول الاوروبي، لان ده اللي موجود بره في الشواحن بره. عشان لو هو جاب بروتوكول صيني محتاج يجيب كونفرتر عشان يحول او يقدر يشحن العربيه في الدي سي اللي هو الدايركت. بس ما تفرقش الاثنين كعربيه كهرباء، ده عندها بريفورمانس كاداء، هيعيش قد ايه، كسواقه 600 كيلو 700 كيلو الاثنين يعني على حسب طبعا البراند، كل براند بيختلف يعني. ديورابيلتي الموضوع ده فاريانت ما بين كل براند وبراند، لكن ما فيش فرق كبير قوي يعني ما بين الصيني والاوروبي. لا كشحن لا، هو في النهايه بطاريه بتشحنها، هي طريقه الكرنت اللي بتدخل بس. طيب نورتني عشان زحمه جدا. تسلم لي، واحنا بقالنا كتير ما تقابلناش، فدي كانت فرصه حلوه جدا احنا نتقابل. ميرسي خالد. ماشي، ربنا يخليك. الله يخليك. واشوفكم ان شاء الله في البودكاست الجاي من كله سمارت.